شهدت مدينة اسطنبول التركية صباح اليوم 7 حزيران يونيو تفجيرا بسيارة مفخخة استهدفت حافلة كانت تقل قوات حكومية، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا، 7 منهم من أفراد الشرطة التركية والباقي من المدنيين، كما جرح 36 شخصا حالة بعض منهم حرجة. التفجير حدث في منطقة بايزيد القريبة من المناطق الحيوية والسياحية منها جامع السلطان أحمد وجامعة اسطنبول، والتي توقفت امتحاناتها إلى أجل غير مسمى، وكذلك جامع السليمانية، إضافة لقرب المنطقة من محطات المترو، حيث توجد في منطقة الانفجار حوالي 6 محطات مترو. ولم تتبنى أي جهة هذا التفجير حتى اللحظة، ولكن تصاريح حكومية أولية تشير إلى جهتين هما تنظيم الدولة الإسلامية داعش أو الجناح السري لحزب العمال الكردستاني PKK. يذكر أن مدينة اسطنبول شهدت في 12 من كانون الثاني يناير تفجيرا استهدف مجموعة من السياح الأجانب بالقرب من جامع السلطان أحمد، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية داعش. كما حدث تفجير آخر في 12 من أيار مايو بسيارة مفخخة استهدفت حافلة لجنود أتراك تبناها الجناح السري لحزب العمال الكردستاني PKK. خاص لبريس 23 اسطنبول.